في ليلة كروية احتضنها استاد لوسيل، واجه المنتخب المغربي نظيره السعودي في ختام مباريات المجموعة ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب في قطر 2025. مواجهة حملت طابع الندية ورسمت تفاصيلها دقائق قليلة، لكنها كانت كافية لترجيح كفة أحد الطرفين. منذ صافرة البداية بدأ واضحًا أن المنتخب المغربي يدخل اللقاء برغبة في حسم مبكر، ضغط منظم، انتشار جيد، تحركات سريعة بين الخطوط، كل ذلك ترجم في الدقيقة 11 تمريرة ذكية من السوداني تصل إلى كريم البركاوي الذي وجد المساحة الكافية ليضع الكرة في الشباك. المنتخب السعودي معلنا تقدم المغرب بهدف دون مقابل. الهدف المبكر أعطى أسود الأطلس أفضلية معنوية وتكتيكية، فقد تراجع الفريق بصورة محسوبة، معتمدا على إغلاق المساحات وسط الميدان والارتداد السريع كلما سنحت الفرصة، بينما وجد المنتخب السعودي صعوبة في صناعة الفرص أمام التكتل الدفاعي المغربي رغم محاولات بوشيل والجوبر والهوساوي عبر الأطراف. في الشوط الثاني تغير المشهد قليلا، دخل المنتخب السعودي باندفاع أكبر، بدأ يفرض إيقاعه تدريجيا مستغلا تراجع المغرب إلى مناطقه الخلفية. جاءت اللحظة اللي أبرز للأخضر في الدقيقة 69 حين تحصل على ركلة جزاء نفذها عبد الله الحمدان، لكن الكرة لم تعانق الشباك لتضييع أهم فرص المباراة، وتفقد السعودية مفتاح العودة في اللقاء. بعد الركلة الضائعة استعاد المغرب توازنه وأكمل المباراة بثبات دفاعي كبير بقيادة بوفتيتي وسعدان، إلى جانب أداء مميز من حارس المرمى ب- بنعيد بنعيد الذي حافظ على نظافة شباكه حتى نهاية المباراة. لم ينجح المنتخب السعودي في استثمار اندفاعه الهجومي، وظل عاجزا عن اختراق الجدار في المغربي في الثلث الأخير من الملعب، لتنتهي المباراة بفوز ثمين لأسود الأطلس بهدف دون مقابل. فوز منح المغرب دفعة قوية في البطولة، وأكد صلابة الأداء الجماعي والانضباط للاعبين داخل أرضية الميدان. في المقابل قدم المنتخب السعودي شوطا ثانيا جيدا، لكنه دفع ثمن التأخر في ردة الفعل وثمن إهدار ركلة الجزاء التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة. وهكذا يكتب المغرب انتصارا مستحقا في واحدة من المباريات التكتيكية الصعبة، بينما يخرج المنتخب السعودي بأداء واعد، لكنه يحتاج إلى فاعلية أكبر بإنهاء الهجمات، خاصة في المباريات الحاسمة. على أرضية استاد 974 في الدوحة، التقى المنتخبان العماني وجزر القمر ضمن الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب، مباراة حملت في طياتها الكثير من التكتيك والندية والتحولات الفنية بين شوطي اللقاء. بداية المباراة بدأت عمان المباراة بنهج واضح يعتمد على السيطرة في وسط الميدان والضغط العالي على حامل الكرة، بينما اختار منتخب جزر القمر الاعتماد على التكتل الدفاعي ومحاولة استغلال سرعة الأطراف في الهجمات المرتدة. الهدف العماني الأول دقيقة 30. في الدقيقة 30 جاء أول أهداف اللقاء عبر المتألق عصام الصبحي الذي استغل تمريرة دقيقة داخل منطقة الجزاء ليقتنص الكرة بلمسة هادئة ويضعها في الشباك. هدف أكد من خلاله اللاعب تفوقه في التحرك بين خطوط الدفاع واستغلال نصف المساحة خلف قلوب الدفاع. استمرار الضغط، والهدف الثاني دقيقة 43. لم تتوقف السيطرة العمانية بعد الهدف الأول، بل واصلت المنظومة الهجومية ضغطها المنظم
وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين عاد عصام الصبحي ليسجل الهدف الثاني مستفيدا من هفوة دفاعية وسوء تمركز واضح في الخط الخلفي لجزر القمر. انتهى الشوط الأول بتقدم مستحق لعمان بهدفين دون رد، مع تفوق واضح في الاستحواذ وخلق الفرص. الشوط الثاني وتحول الإيقاع. مع بداية الشوط الثاني تحسن أداء جزر القمر بصورة ملحوظة، تقدم الفريقين بخطوطه إلى الأمام، وبدأ يضغط على دفاع عمان، مستغلا تراجعا نسبيا في إيقاع المنتخب العماني الذي بدأ وكأنه يدير النتيجة أكثر من بحثه على إضافة هدف ثالث. هدف جزر القمر دقيقة 68. في الدقيقة 68 نجح حميدو علي في تقليص الفارق بعد هجمة منسقة تمرير ذكي من دين نصير. هدف أعاد الأمل للفريق ورفع منسوب الحماس في أرضية الملعب. صعود عماني وإثارة واقعية للقاء. بعد الهدف مارس المنتخب جزر القمر ضغطا مكثفا على مناطق عمان، إلا أن خبرة لاعبي الوسط وصلابة الدفاع حالت دون تسجيل هدف التعادل. المدرب كارلوس كيروش تعامل مع الدقائق الأخيرة بواقعية، فأجرى تغييرات لتعزيز الكثافة في الوسط وإغلاق العمق لينجح الفريق في الحفاظ على تقدمه. أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز عمان بهدفين مقابل هدف. فوز يعكس قوة البداية وحسن استغلال الفرص وإدارة ذكية من الجهاز الفني، مقابل أداء جيد لجزر القمر في الشوط الثاني لكنه جاء متأخرا. لذلك يختتم منتخبان مشوارهما في هذه الجولة، بينما تثبت عمان إنها فريق يمتلك أدوات المنافسة، وأن عصام الصبحي كان العلامة الفارقة في هذا اللقاء.